يجي حد يشرح البطارية يقولك كل ما زاد فرق الجهد بين الأقطاب كل ما زادت قوة البطارية. لما نيجي نسأل طب نعرف أو نجيب فرق الجهد ده ازاي ونعرف كبير ولا صغير ازاي، يقولك ببساطة نجيب جهد الاختزال للكاثود ونطرح منه جهد الاختزال للأنود هيطلع فرق الجهد. طب بنجيب جهد الاختزال منين؟ يقولك جهد الاختزال لكل عنصر ثابت، دي قيم ثابتة العلماء قاسوها وحطوها في جدول. طب العلماء عرفوا جهد الاختزال بتاع كل معدن ازاي؟ هو ده موضوعنا النهاردة. تعالى نحكي الحكاية من الأول. احنا قلنا العالم فولتا اخترع أول بطارية سنة 1800. هل هو كان بيخترع بطارية؟ يعني هو كان بيحاول يعمل بطارية ويشغلها ويستخدمها؟ الإجابة لأ، هو ما كانش يعرف يعني ايه بطارية، ولا كان ساعتها في إضاءة ولا كهرباء اللي بتشغل الأجهزة، ولا يعرفوا استخدامات عملية لا للبطارية ولا الكهرباء. متفقين؟ تمام. كل اللي كانوا يعرفوه عن الكهرباء قبل العالم فولتا هو معلومات عن الكهرباء الساكنة. احنا النهاردة عارفين ان في كهرباء ساكنة وكهرباء مستمرة، تيار يعني، لكن وقتها كان مجرد ظواهر غريبة بيسجلوها من غير ما يفهموا. كانوا عارفين الجذب والتنافر بين الشحنات، وكانوا بيشوفوا الشرارات ويلاحظوا انتقالها، ودي كانت كهرباء ساكنة زي ما شرحنا. المهم خلينا نكمل وهنناقش التفاصيل دي الحلقة الجاية اللي هنحكي فيها عن تاريخ الكهرباء. لما العالم أليساندرو فولتا وهو بيحاول يثبت ان الكهرباء جاية من المعادن علشان ينفي كلام العالم لويجي جالفاني ان الكهرباء حيوية جاية من أجسام الكائنات الحية الحيوانية، في محاولات إثبات ده لقى ان اتولد تيار مستمر، وكانت دي أول بطارية في التاريخ اتعملت على إيده، وكانت عبارة عن أقراص زنك وأقراص نحاس بينهم فوطة مبللة بمحلول حمضي. الناس أول ما استخدموا البطارية كانوا مبسوطين إن في كهرباء بتيجي من معدن زائد معدن زائد محلول تديني تيار كهربي مستمر، وكانوا فاكرين إن التيار سائل ماشي في الأسلاك، لسه ما كانوش فاهمين. بعد بطارية العالم فولتا طبيعي إن العلماء كانوا يجربوا يعملوا بطاريات بمعادن تانية زي قصدير نحاس فضة وما إلى ذلك، وبدأوا يلاحظوا إن كل معدن بيغير في البطارية ويخليها أقوى أو أضعف، فبدأوا يفكروا في فكرة نشاط المعادن. سنة 1836 العالم جون فريدريك دانيال اخترع بطارية دانيال، نحاس زائد زنك لكن بشكل أنظف باستخدام محلولين منفصلين زائد جسر ملحي. بطارية العالم دانيال كانت مستقرة أكتر وكانت مصدر قياسي للكهرباء لعشرات السنين، وخلال كل الفترة دي ولحد سنة 1890 كانوا برضو بيجربوا معادن أخرى غير النحاس والزنك في البطاريات. ويفضل السؤال ليه ده بيشتغل أنود وده بيشتغل كاثود؟ عدد التجارب كبر قوي. سنة 1800 كان معروف حوالي 30 عنصر، لحد لما وصلنا سنة 1890 بقى المعروف حوالي 70 عنصر. متخيل مع 70 عنصر عدد الأزواج الممكنة اللي عايزين يجربوها كبطاريات هيبقى عامل ازاي؟ عدد ضخم جدا، آلاف التوليفات، ممكن يوصل ل 2700 زوج. ما كانش عملي انهم يجربوا كل زوج لوحده، يعني الموضوع كان هيبقى متاهة تجارب غير منتهية. بعد اختراع البطارية بدأوا يشوفوا ويخترعوا أدوات قياس بسيطة وبدائية. اتعمل الجلفانومتر بيوريك فيه تيار ماشي ولا لأ. كانوا بيجيبوا زوج معادن مختلفة ويشوفوا التيار ماشي في أي اتجاه، شدته كبيرة ولا صغيرة. فكرة عمله هنناقشها بعدين إن شاء الله. المهم لحد حوالي سنة 1880 بدأت الأجهزة تبقى دقيقة أكتر، تقدر تقيس فروق جهد صغيرة زي الفولتميتر. بعد توفر أجهزة قياس دقيقة زي الفولتميتر بدأوا العلماء يقولوا بدل ما نفضل نقيس كل زوج مع بعض خلينا ناخد مرجع عالمي واحد ونقارن الكل عليه، نقارنهم كلهم بحاجة واحدة مشتركة، يعني يبقى في مركز ثابت نقيس بالنسبة ليه. بس ايه الحاجة اللي تنفع تكون المرجع وازاي اصلا يحصل ده؟ خلينا نرجع كده لحاجة قلناها الحلقات اللي فاتت. قلنا ان الجهد ما بيتقاس لوحده، ما ينفعش اقولك جهد الزنك بيساوي كذا فولت كده مطلقا من غير مقارنة، ما ينفعش. الجهد الكهربي لأي قطب بيتقاس بالنسبة لمرجع معين
أو قطب آخر. معنى كده إن العلماء لما يختاروا مرجع ثابت يقارنوا بيه المعادن هيعملوه في خلية كهروكيميائية من قطبين زي البطارية بالظبط، ويجيبوا جهد المعدن بالنسبة للمرجع. طب ازاي؟ هم هيفترضوا ان جهد المرجع يساوي صفر، ويقيسوا فرق الجهد بالفولتميتر، والجهد اللي يطلع يبقى جهد المعدن لانه المرجع جهده صفر. الامور مش واضحة قوي صح؟ بالراحة كده وهتظبط. تعالوا الاول نشوف العلماء اختاروا ايه يبقى مرجع. اختاروا قطب الهيدروجين القياسي وقالوا جهده يساوي 0 فولت بالاتفاق. هنجيب قطب الهيدروجين القياسي نحطه في خلية كهروكيميائية بطارية يعني مع القطب بتاع المعدن اللي عايزين نعرف جهده، وهم قالوا ان جهد قطب الهيدروجين القياسي يساوي 0 فولت. لما نحطه مع المعدن اللي عايزين نعرف جهده ونقيس فرق الجهد بينهم بالفولتميتر، الجهد اللي يطلع يبقى جهد المعدن لان قطب الهيدروجين القياسي جهده يساوي صفر. هتقولي طب ازاي عرفنا ان قطب الهيدروجين ده في المحلول جهده يساوي صفر؟ بص انا هحكي لك القصة من اولها. ما كانش في حاجة اصلا اسمها فرق جهد، بس كان في الطبيعة نفسها ظواهر زي شحنات بتتحرك او بتتوزع، مواد بتفقد الكترونات ومواد بتكتسب، تيارات بتمشي من مكان لمكان. لما العلماء شافوا الظواهر دي ما كانش عندهم كلمة فرق جهد جاهزة، هم اخترعوا المفهوم والاسم علشان يوصفوا الظواهر بشكل مفهوم ومتناسق. يعني فرق الجهد مش جسم مادي مسكوه بايديهم، ده مفهوم بنيناه علشان نفسر سلوك الشحنات. طب ليه اخترعنا مرجع اللي هو قطب الهيدروجين القياسي؟ لاننا عايزين نقيس ونحسب ونقارن، وما ينفعش نقيس فرق الجهد من غير ما نختار نقطة نقول عندها ان جهدها يساوي صفر. اخترنا قطب الهيدروجين القياسي كمرجع عالمي علشان الكل يتفق عليه. احنا هنختار قطب الهيدروجين القياسي ونعتبر ان جهده يساوي 0 فولت في الظروف القياسية، وده قرار اتفاقي بين العلماء، مش لان الهيدروجين فعليا ما عندوش اي فرق جهد، لكن لاننا محتاجين نقطة نبدأ من عندها. هل ده معناه ان فرق الجهد بتاع الهيدروجين في المحلول فعلا بيساوي صفر؟ لا طبعا، مفيش حاجة جهدها يساوي صفر، لكن احنا ما نقدرش نقيسه لوحده، فقررنا نعتبر ان جهده يساوي 0 فولت بالاتفاق. هتقولي طب ما كنا جبنا قطبين وقسنا فرق الجهد بينهم على طول وخلاص، ما احنا نقدر نعمل كده، ليه نعمل مرجع ثابت ونقيس عليه؟ طيب ليه ما نكتفيش بقياس اي قطبين مع بعض؟ ده كان هيبقى عملي جدا لو كل مرة عندك نفس الزوج فقط، نحاس مع زنك. لكن لو عايز مرونة اكبر، تحليل مئات الخلايا المختلفة، تتوقع اتجاه التفاعل بدون تجربة، تبني بطاريات جديدة، يبقى لازم يكون عندك جهد لكل قطب لوحده، وده اللي خلاهم يعملوا جهود الاختزال للعناصر اصلا. هتقولي حلو، بس ليه الهيدروجين؟ مش يمكن جهد اختزال العنصر كده لانه قدام الهيدروجين، بس جهده بالنسبة لعناصر تانية ممكن يكون اكبر او اصغر. ازاي بقى قطب زيهم هو اللي يعرفنا مين هيتأكسد ومين هيختزل وجهد الاختزال للعنصر، مع ان ممكن يكون ده سلوكه بالنسبة للهيدروجين؟ لما عملوا خلية معدن زائد هيدروجين لقوا ان في فرق جهد بيتكون. النحاس مثلا قدام الهيدروجين جهده يساوي 34% فولت، الزنك قدام الهيدروجين جهده يساوي -76% فولت. اذا فرق الجهد بين النحاس والزنك لازم يكون 1.1 فولت، وده اتأكد بالتجارب لما عملوا خلية زنك زائد نحاس بالفعل وقاسوا فرق الجهد بينهم بالفولتميتر، لقوا فرق الجهد بينهم 1.1 فولت تقريبا. يبقى كده اتأكدوا ان نتائجهم صح واختيارهم للمرجع صح. خلي بالك قطب الهيدروجين القياسي عبارة عن ايه؟ ما فكرتش لحظة ازاي قطب الهيدروجين والهيدروجين غاز مش معدن؟ تعالى بقى اقولك ازاي بقى عندنا قطب الهيدروجين القياسي. قطب الهيدروجين القياسي عبارة عن ايه؟ عبارة عن قطب بلاتين، وده معدن خامل لا يتفاعل مع الأحماض، بيغمسوه في حمض، والأحماض فيها أيونات هيدروجين زي ما احنا عارفين. خلي بالك
البلاتين هنا وسيط فقط. ازاي؟ احنا هنحط المعدن قدام قطب البلاتين ده، ولو المعدن فقد الكترونات، ايونات الهيدروجين اللي في المحلول هتكتسب الالكترونات وتتحول لذرات هيدروجين تتحد مع بعض وتطلع فقاعات غاز عند قطب البلاتين. ولو الالكترونات ماشية من البلاتين للقطب التاني يحصل العكس، غاز الهيدروجين يتأكسد ويدي الكترونات ويتحول لأيونات في المحلول. البلاتين كان مجرد شاشة عرض للهيدروجين، مش هو اللي بيتفاعل، لكنه بيسمح للهيدروجين يدخل ويخرج الكترونات عنده علشان نقدر احنا نشوف التفاعل ونعرف جهد العنصر وبيميل يكتسب ولا يفقد. انت فاهم حاجة؟ عنصر الهيدروجين مش معدن زي النحاس والزنك والفضة، ده غاز. احنا بنفعل العنصر اللي هو النحاس او الزنك او اي معدن تاني مع الهيدروجين اللي موجود في الحمض، والبلاتين مجرد وسيط بنشوف من خلاله اتجاه التفاعل وانتقال الالكترونات من والى. طب ليه اختاروا غاز الهيدروجين يبقى مرجع؟ القطب الهيدروجيني ممكن يشتغل انود، يعني ذرات الهيدروجين ممكن تفقد وتتحول لأيونات الهيدروجين، أو كسود، يعني أيونات الهيدروجين ممكن تختزل وتتحول لذرات هيدروجين. ده معناه إنه مرجع محايد ينفع في الاتجاهين. الهيدروجين أخف وأبسط عنصر في الجدول الدوري، الذرة بتاعته بتتكون من بروتون زائد إلكترون فقط. غاز الهيدروجين متوفر وسهل يتعاملوا معاه، أيونات الهيدروجين موجودة في الأحماض، فكان عملي جدا يكرروا التجارب بيه في أي معمل حوالين العالم، ثابت ونظيف لما بنستخدم معاه بلاتين. مرجع طبيعي، هو كان أصلا مرجع في الكيمياء زمان. الهيدروجين كان أكتر عنصر معروف وقتها. الهيدروجين مش معدن، يعني مش داخل في المنافسة مع باقي المعادن، هم أصلا كانوا بيجربوا أقطاب مع الأحماض، فلاحظوا دايما إن في فقاعات هيدروجين بتطلع على الكسود. فبدأت الفكرة، طب ما نخلي الهيدروجين نفسه هو المرجع اللي نقيس عليه المعادن كلها. جربوا وعملوا الخلية القياسية للهيدروجين سنة 1890، ومن هنا أصبح جهد اختزال الهيدروجين يساوي 0، أي معدن يتقارن بيه. ودي كل الحكاية، بدأت ازاي وليه وانتهت بإيه، وبس كده. ولو مش فاهم لازم تشوف الحلقة اللي فاتت ضروري، لأن احنا شارحين آلية البطارية نفسها هناك. وفي الآخر قولي رأيك ضروري في كومنت، شايف ايه ممكن نحسنه أو نعدله، ايه اللي عجبك وايه اللي موضحش كويس بالنسبة ليك.